عند اللي توفى الوالد أهل الوالد يعني فيني أقول أنه أخذوا أملاك أكثر أملاك الوالد، على أساس أنكم كأم وبنتين أنتم ما رح تعرفوا تحافظوا على هي الأملاك من هذا الباب، صحيح؟ مش فقط أم وبنتين، أم أجنبية وبنتين، فهيدي مشكلة أكبر. تصور أنت بيتك ياخدوا الموبيليا أقربائك اللي ولا يوم ما تتصور أنه ممكن هذا يصير، ويحطوه هيدي الموبيليا ببيوتهم مثلا، ويفضل بيت بقى أنا وماما بهالبيت الفاضي اللي هن أصلا أخدوه وبدهم يبيعوه. فمحزن جدا أنك في يوم من الأيام ترجع المدينة اللي هي حلب قضيت فيها مرحلة الإعدادي والثانوي وتستأجر فندق. وهذا كله يعني نحط بعين الاعتبار انه لا، اصل كان عائله ميسوره، كانت الامور كلها متوفره، هو فقط بس لانه ام اجنبيه وبنتين، فما في حدا يدير باله على املاك العائله او اسم العائله، فصار اللي صار. لا مش قصه ما حدا يدير باله، انما هي القانون هيك. بسبب ما عنا اخ، القانون الوراثي بسوريا إذا ما في أخ، أولاد العم أولاد العمة كلهم والعمات والعمام كلهم بيتقاسموا الورثة أو الورثة، بيتقاسموها.